لو احنا بلد مفروض بيقوم على التعدديه، كل واحد حر في رايه. انت حر، انت بتقولي راي وطنيين. يا جماعه مش هينفع كده، يا جماعه مش هينفع كده، مش هينفع كده لو سمحتي. بكام شهاده الوطنيه عندك؟ استاذه هلا يا خالد لو سمحت، لو سمحت. وانت الشعب المصري. استاذه هلا اتفضلي. هدخله معاك واقول لك نفس الكلام. بالظبط. الو استاذه هلا لو سمحت. لا مش هينفع يا جماعه الكلام ده، مش هينفع، ما حدش بيسمعكم. ما هو اصل يا اما استاذه هلا اتفضلي. مداخلات الناس اللي مع حضرتك يسمعوا الناس اللي بتتكلم على التليفون، يا اما كده تقفلوا بقى المكالمات خالص. استاذه هلا انا اسف، انا اسف، دي مسؤوليتي وانا لا يا فندم، حضرتك بتحاول تهدي الموقف، والاستاذ خالد ما بيمتثلش لاي كلمه هدوء من حضرتك. انا بقول له كلمتين. حضرتك نزلت المسيره النهارده 20 واحد، تقدر تعمل مسيره فيها 1000 وتاخد فيها من الداخليه تصريح وتنزلوا تورونا قوتكم في الشارع. الشارع قرف، الشارع تعب، الشارع مش طايقكم. انتوا اساسا من البدايه وقفتوا جنب جماعه الاخوان المسلمين وقلتوا دي جماعه وفصيل شعبي. الم تعلموا ان الجماعه الارهابيه هذه هي من قتلت النقراشي، هي من دخلت على مصر بحريق القاهره، هي من دمرت وتآمرت على الملك فاروق. طب انا واحده مواطنه ومش عارفه، انا عبيطه ومجاهله سياسه. حضرتك بقى ناشط سياسي وكاتبها على صدرك وماشي داير بيها في كل حته، ما كنتش عارف انهم هم القتله الفجره؟ حرام عليكم، كفايه بقى، كفايه بقى في فقراء، كفايه بقى في ناس بتموت. وريني كده تويته حضرتك كاتبها ادانه عن ضابط شرطه. هو حضرتك لو لك ابن مات على الحدود هتقعد وانت هادي كده؟ بصوا للامهات السكاله، بصوا للناس الضباط اللي امهاتهم بتطلع بتصوت. يا شيماء دي ما لهاش امهات، ما عندهاش ابن. كفايه كده. شيماء دي مقطوعه من شجره، احنا عرفنا مش مواطنه مصريه زيها زي الاهالي. لا هي ما قالتش ده، هي بتقول لك احنا بنطلع بيانات رسميه عدلنا فيها كل الاحداث الارهابيه اللي مات فيها جنود مصريين. خلينا نسيبها هي تتكلم، بس هي تتكلم. ما تتكلميش يا جماعه، ما حدش بيتكلم باسم الشعب كله. دلوقتي 4 ريهام لو سمحتي، ما حدش هيسمعك. كنت مصر بيكم، انتوا مش هتسقطوا مصر، وصدقوني مالكوش قوه، والشعب هو اللي هيتصدقكم مش الشرطه. مع السلامه. استاذه هاله الف شكر. تعليق اخير ست لواء.